إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، وهو برنامج جديد متنوع الموضوعات بين السياسية والثقافية والاجتماعية. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إصابة 8 لاجئين إريتريين بجروح خطيرة إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لمعسكر الأمواج ليلة السبت الماضي. مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات بين مجموعتين من الإريتريين في جنوب تل أبيب بإسرائيل. وراوندا تقول إنها على علم بنية إلغاء الحكومة البريطانية الجديدة اتفاقية الهجرة والتنمية الموقعة بين البلدين في عهد حكومة حزب المحافظين. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أصيب 8 لاجئين إريتريين من بينهم كاهن بجروح خطيرة إثر تعرضهم للطعن على يد مسلحين هاجموا معسكر الأمواج للاجئين الإريتريين بالقرب من دابات في منطقة غوندر بولاية أمهر مساء السبت الماضي. وقال سكان المعسكر لإذاعة إرنا إن أكثر من 8 مسلحين دخلوا المخيم من جهتين وبدأوا بطعن اللاجئين الإريتريين الذين لجأوا إلى هذا المعسكر لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. وأطلق سكان المعسكر صرخات نداء استغاثة في محاولة لإبعاد المهاجمين، مما جعل المهاجمين يهربون من المعسكر ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء. وحتى الآن لم يتم التعرف بشكل واضح على هويات المسلحين. واشتكى سكان المعسكر من أن وكالة اللاجئين والعائدين الأثيوبية آرا لم تستجب لنداءات العلاج الطارئ للاجئين المصابين وتوفير الأمن الفوري في المخيم. ويقيم في المخيم حوالي 15,000 لاجئ إريتري من بينهم نساء وأطفال. ويعيش هؤلاء اللاجئون أوضاعا مأساوية بسبب نقص الخدمات وفقدان الأمن نتيجة تعرضهم للاعتداءات المستمرة من العناصر المسلحة التي تهاجم المعسكر بين الفينة والأخرى بغرض السرقة والنهب. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إريتريا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في اشتباكات بين مجموعتين من الإريتريين في جنوب تل أبيب بإسرائيل. كما أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة خلال الاشتباكات والفوضى التي حدثت ليلة السبت بالزجاجات والسكاكين والعصي والحجارة. وذكرت وكالة أنباء واينت الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 أشخاص حتى الآن. ومنذ سبتمبر الماضي وقعت اشتباكات وأعمال شغب بين مؤيدي النظام ومعارضيه من مجموعة برجيد نحمدو سقط فيها عدة قتلى وجرحى من الطرفين. قالت حكومة راوندا الاثنين إنها علمت بنية الحكومة البريطانية الجديدة إنهاء اتفاقية الشراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية المعروفة اختصارا بخطة راوندا، وإنها ملتزمة بتوفير الأمان والكرامة للاجئين والمهاجرين. وذكرت الحكومة الراوندية في بيان لها أنها أخذت علما بنية حكومة المملكة المتحدة إنهاء الاتفاقية كما هو منصوص عليه بموجب معاهدة صدرت عن البرلمانين في كلا البلدين. وأضافت أن هذه الشراكة أطلقتها حكومة المملكة المتحدة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية التي تؤثر على المملكة المتحدة، وهي مشكلة تخص المملكة المتحدة ولا تخص راوندا.
وأكدت أن راوندا أوفت بشكل كامل بجانبها من الاتفاقية بما في ذلك الأمور المالية. وأعاد البيان التأكيد على أن راوندا ستظل ملتزمة بإيجاد حلول لأزمة الهجرة العالمية بما في ذلك توفير الأمان والكرامة والفرص للاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلى راوندا. هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن السبت أنه غير مستعد لمواصلة الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين السابقة القاضية بترحيل المهاجرين إلى راوندا. وقال كير ستارمر في أول مؤتمر صحفي له إن خطة راوندا ماتت ودفنت قبل أن تبدأ، ولست مستعدا لمواصلة الحيل التي لا تشكل رادعا. وأكد أن سياسة ريتشي سوناك لم تكن رادعة أو ذات قيمة، متعهدا بمعالجة القضية من المصدر عبر سحق عصابات تهريب الأشخاص خلف المعابر حسب قوله. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو مستمعي الكرام ومستمعات الكلمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. ونافذة ثقافية هو برنامج جديد متنوع الموضوعات بين السياسية والثقافية والاجتماعية، فيها يتجدد اللقاء بكم ومعكم دائما وأبدا من كل أسبوع عبر إذاعتكم إذاعة إرن الدولية من باريس. ونافذتنا اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ستكون عن الإجازة الصيفية التي نعيش بدايتها هذه الأيام، مع أطيب الأمنيات بقضاء إجازة سعيدة لمن بدأ إجازته ولمن هم على مشارف البداية، والأمنيات الطيبة موصولة لكم جميعا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فكما تعلمون مستمعي الكرام أن الإنسان بحاجة ماسة إلى الإجازة السنوية أو العطلة الصيفية للطلاب، حيث يقضي الإنسان جل العام وسط كومة من الالتزامات والواجبات التي لا تترك له متنفسا للراحة والاستجمام أو القيام بمهام تختلف عن الروتين اليومي، وبذلك نجده يعد الأيام والليالي ليتحرر من قيود الالتزامات، ولا سيما الطلاب الذين تعلو البسمة وجوههم بمجرد أن يرفعوا أقلامهم عن آخر سطر في ورقة الامتحانات. فما هي هذه الإجازة؟ وكيف نخطط لها؟ وكيف نقضيها؟ نتابع سويا. هذه إذاعة إرنا. مستمعي الكرام، مع مطلع شهر يوليو نكون دخلنا فعليا في الإجازة الصيفية، وهي الإجازة الأطول التي ينتظرها الطلاب بعد قضاء عام حافل بالعطاء والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي. يترقب الناس العطلة الصيفية بشغف وشوق كبيرين، إذ أنها تعتبر المتنفس المهم بعد عام مليء بالعطاء وحافل بالإنجازات، وتعتبر العطلة الصيفية فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس واستعادة توازن إكسير الحياة وإنجاز المهام المختلفة وتحقيق الرغبات وتنمية المواهب وبناء جسور التواصل وإفراغ الطاقة السلبية المتراكمة بسبب الروتين المستمر والضغوط الناتجة عن التركيز العالي، لا سيما في أيام الامتحانات، والتي غالبا ما تكون مرهقة للطلاب نظرا للجهد المبذول في مذاكرة الدروس ومراجعتها، والتي ربما استمرت لساعات طويلة عن عدد الساعات المعهودة، رغبة في تجاوز الامتحانات وتحصيل الدرجات أو النجاح للانتقال للسنة التي تليها، أو للشعور بمتعة الإجازة وتحقق السعادة المنشودة. ولذلك نجد الطلاب عبر مختلف الأجيال يخططوا لكيفية الاستفادة من هذه الإجازة منذ وقت كبير. فالإجازة تمثل المساحة الزمنية الحرة التي يمكن أن يفعل فيها ما يشاء، لأنه كان حبيس البرامج الدراسية خلال عام كامل، وهو ما يعيق رغبته في تنفيذ البرامج التي تستهويه، فيجد في الإجازة الفسحة الكافية لممارسة الهوايات وإظهار المواهب والإبداعات والمقدرات التي يتمتع بها. ويختلف الطلاب والموظفون وغيرهم على حد سواء في تعاطيهم مع الإجازة الصيفية ودرجة الاستفادة منها، لأن مرد ذلك
يعود لثقافة الوعي بقيمة الوقت لديهم وحسب الرغبة والتوجه والهمة والنشاط. فالبعض مستمعي الكرام يرغب في أن يقضي الإجازة في المرح واللعب وممارسة الأنواع المختلفة من الأنشطة الرياضية، والبعض الآخر يرغب في اغتنام فرصة الإجازة في القراءة الحرة لما يختاره من الكتب والمجلات وغيرها التي لم يتمكن من قراءتها بسبب ازدحام جدول المهام الدراسية أو العملية. كما أن البعض يخطط للسفر وقضاء أجمل الأوقات في الأماكن المختلفة على شواطئ البحار أو سفوح الجبال، وهنالك من يخطط لقضاء جزء من هذه الإجازة أو كلها في أخذ الدورات التدريبية التي يراها مهمة أو الدروس الخصوصية لبعض المواد الدراسية التي من شأنها أن تسهل عليه فهم الدروس مستقبلا. فالكل يسعى من خلال هذه الإجازة إلى تحقيق أهدافه التي خطط لها، محاولا بذلك كسر الرتابة والروتين. لذا نجد الجميع مسرورين بقدوم الإجازة الصيفية أو العطلة السنوية، والكل يعيش في حالة استنفار وتنافس محموم لوضع البرنامج الذي يجعله يستمتع بأجمل الأوقات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فالإجازة السنوية مستمعي الكرام مساحة زمنية كافية لإنجاز العديد من المهام التي ذكرناها آنفا، إذا ما أحسننا استغلال الوقت وإدارته بشكل جيد. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تنظيم الوقت وتقسيمه بشكل متوازن وترتيب الأولويات بتقديم الأهم فالمهم والعاجل على الآجل، لأن تنظيم الوقت هو الطريق الأمثل الذي يوصلنا إلى تحقيق أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا. فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخر إلى بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر سهل تعبر به فتصل إلى الحياة التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، وذلك لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا حينها كمية من المواهب الموجودة عنده، والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهنالك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق، فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسوم جميلة. وهنالك من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة، فينظم وقته على أساس تعلم المزيد من أنواع الرياضات المختلفة التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة، ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان ما طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا فيها الكثير من الراحة والسكون. ونجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد المتنزهات والنزهات، فيستمتع بها الإنسان ويستكشف الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدع في إيجاد أماكن جديدة ويتلهف للذهاب لها مرة أخرى. وفي العطلة نشحن أنفسنا لننجز أكثر في المدرسة، ويمكن أن نعتبر الإجازة الصيفية هي المزود الذي يزودنا بالطاقة والحيوية لنعود للمدرسة بنفوس ملتهفة للدراسة ومشتاقة للمدرسة بأدراجها وأصدقائها.
فالعطلة التي قضيناها ونحن منعمون بالراحة والجمال وتحقيق الأهداف وممارسة المواهب الجميلة والمفعمة بالنشاط هي المزود الذي يشحننا بالحب والاشتياق للمدرسة وللمعلمين وللدراسة. هذه إذاعة إرنا. ولأن الناس مختلفون في التعاطي مع إدارة الوقت وتنظيمه للاستفادة من الإجازة، بل إن البعض منهم يكون محتارا في كيفية قضاء إجازته، نجد أن الحكومات ومؤسساتها المختلفة تسهم في مساعدة الناس لإعادة البرامج المختلفة التي يمكن للطلاب والدارسين وأسرهم الاستفادة منها، وذلك بإعداد البرامج الصيفية المختلفة والتي لا تكلف كثيرا وتكون مجانا في بعض الأوقات. وغالبا ما تكون هذه البرامج متنوعة بين الرياضية والتثقيفية والترويحية، ويشمل ذلك تهيئة النوادي الرياضية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تجهيز المكتبات العامة والخاصة التي تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في القراءة والاطلاع. وما دفعنا للحديث عن هذا الموضوع مستمعي الكرام هو الحالة التي يمر بها أبناؤنا الطلاب وأسرهم في إريتريا في مثل هذه الأوقات من كل عام، وكيف يقضون إجازاتهم مقارنة بأقرانهم في البلاد الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى البرامج التي تعدها المؤسسات التعليمية والمجتمعية للطلاب في الدول لصقل مواهبهم وإنارة عقولهم، وبين البرامج التي تعدها الحكومة الإريترية للاستفادة من أوقات الفراغ لأبنائنا الطلاب في إريتريا، لدرجة أن الطلاب وأسرهم لا يتمنون قدوم هذه الإجازة في كثير من الأحيان، بالرغم من حاجة الأسر إلى هؤلاء الأبناء لمساعدتها في بعض المهام، خصوصا في المجتمعات الريفية التي تكون حاجتها أشد إلى مشاركة الأبناء في الموسم الزراعي ورعاية المواشي. فيختطف برنامج النفير الصيفي أو ما يسمى بالتجرية المأتوت أوقات الطلاب، فتذهب سدى في تشجير سفوح الجبال واقتلاع الأحجار وردم الأودية أو التدريب العسكري، فتضيع أوقاتهم صعودا وهبوطا في تداريس البلد المختلفة في أبشع صور الانتهاك والاستغلال لفلذات الأكباد وصناع المستقبل. ولو كان هذا البرنامج المتعب ممزوجا ببرامج ثقافية وترفيهية لقلنا لا بأس به، ولكن الأدهى والأمر أن الطلاب الذين يشاركون في هذا النفير لا يحظون حتى بالتغذية الجيدة والمناسبة، وكان الأولى أن تعد لهم الحكومة الدورات التعليمية والتثقيفية، أو أقل شيء أن توفر لهم المكتبات والكتب في مراكز الأحياء وإقامة المسابقات الثقافية. وإن كانت عاجزة عن ذلك لأي سبب من الأسباب المختلفة، كان عليها أن تتركهم في حال سبيلهم لاختيار ما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم في تكييف وضعهم لشغل أوقات فراغهم بما يعينهم على استعادة نشاطهم استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل، لا أن تشغلهم ببرامج لا طائل من ورائها إلا التعب والنصب. لذا سرعان ما تنهار قواهم وتخر عزيمتهم ويذبل نشاطهم وتحبط أنفسهم وتضيق صدورهم وتضعف إرادتهم ويقل تفاعلهم وتخمل ذاكرتهم في مطلع العام الدراسي الجديد. والنتيجة الحتمية هي ما نشاهده من ضياع الأحلام بترك مقاعد الدراسة والهروب الجماعي نحو المجهول والبحث عن حياة جديدة ليس من ضمنها العودة إلى مقاعد الدراسة وإن تهيأت أسبابه وتوفرت متطلباته، لأن مجرد التفكير فيه ظل يعيد لأذهان الكثيرين الهواجس والكوابيس التي يحاول التخلص منها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إصابة 8 لاجئين إريتريين بجروح خطيرة إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لمعسكر الأمواج ليلة السبت الماضي. مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات بين مجموعتين من الإريتريين في جنوب تل أبيب بإسرائيل. وراوندا تقول إنها على علم بنية إلغاء الحكومة البريطانية الجديدة اتفاقية الهجرة والتنمية الموقعة بين البلدين في عهد حكومة حزب المحافظين.
بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.